لقي مسجل خطر مصرعه في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بمنطقة مترومي بمركز ديكنس بمحافظة الدهلية. كان اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ باختفاء أحد العناصر المسجلة خطر، ويدعى محمد أحمد رشاد إبراهيم 30 عام مقيم بمنشية السيد محمود وشهرته محمد حوادث بمنطقة المقابر بمترومي مركز ديكنس بمحافظة الدهلية، والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا. على الفور كان جرى تجهيز مأمورية أمنية لضبطه، وفور استشعاره قرب القوات قام بإطلاق النار عليهم، فبادرته القوات تبادل إطلاق النار، وعقب انتهاء تبادل إطلاق النار تبين مصرعه، وهو يدعى محمد أحمد رشاد إبراهيم 30 عام. كان تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ديكنس العام تحت تصرف النيابة العامة، وكان تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقع، واختارت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. زي ما قال لحضراتكم ده النهارده ومنذ قليل بمقابر مترومي اللي كان شهدت مقابر مترومي بنديرة ديكنس تبادل إطلاق النار مع الشرطة من قبل أحد الخارجين عن القانون، ويدعى محمد أحمد رشاد إبراهيم عمره 30 عام مقيم بمنشية السيد محمود وشهرته محمد حوادث. كان منذ يومين كانت توجهت إليه قوة مباحث مركز شرطة ديكنس، فكان بادر بإطلاق النار وتمكن من الهرب، وبعد تحديد مكانه اليوم أثناء اختبائه بمقابر مترومي جرى تجهيز مأمورية أمنية لضبطه، وفور استشعاره قرب القوات قام بإطلاق النار عليهم، فبادرت القوات إطلاق النار حتى إسكات مصدر إطلاق النار، وبفحص المكان تبين مصرع محمد أحمد رشاد إبراهيم وشهرته محمد حوادث، وهو الآن داخل مشرحة مستشفى ديكنس العام تحت تصرف النيابة العامة. يعني زي ما قلنا لحضراتكم إن النهارده ومنذ قليل كانت شهدت مدينة ديكنس وتحديدا في منطقة مترومي تبادل إطلاق النار مع الشرطة من قبل أحد الخارجين عن القانون، ويدعى محمد أحمد رشاد إبراهيم عمره 30 عام مقيم بمنشية السيد محمود وشهرته محمد حوادث.